السلام عليكم. نخش في الموضوع على طول، والريفيو اللي بعمله وانا مبسوطة، الريفيو المحبب الى قلبي، ريفيو مني لمروة مصطفى. بجد انا بشكرك. طبعا انا عايزه اقول لكم اول حاجه الجواب ده هي جايبهولي عشان كانت واخده مني مجات، كاتبالي الهانم اللي مفلسانه حبيبه اختك طبعا. عشان انا بنزل مجات وهي من عاشقة المجات، فانا بستغلها طبعا، واي مجات بتنزل لازم اعرضها عليها علشان تاخد منها. ما علينا، خلينا بقى في الريفيو القمر بتاعها ده. قبل ما ادخل في سلاسل النضارات عايزه اقول لكم هي بتعمل كمان حلقان وميداليات وحاجات تحفه كده، شكلها جميله جدا جدا جدا. ندخل بقى في سلاسل النضارات. طبعا دي سلسلتين بس، غير قبل كده انا كنت موريالكم برضو كذا واحده انا واخداها منها، وحاجات جميله. شايفين بقى الجديد ده والفواكه وتداخل الالوان والالوان المبهجه كده بتاعت الصيف، والاكسسوارات. بصوا الاكسسوارات يا جماعه، وعايزه اقول لكم ان الجمال ده ببلاش ببلاش حرفيا. يعني مروه مصطفى بجد بتعمل حاجات تحفه وحاجات قمر كده شبهها. يعني بصوا تداخل الالوان، والسلسله طويله وجميله، وبتعمل بقى حاجات كتيره جدا، والاشكال اللي تحبيها والموديل اللي تحبيه. يعني بصي كمان دي اللي انا حطاها في في النضاره. شايفين الاكسسوارات، الحاجات اللي فيها جميله 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 كده. ودي انا اشيل لكم دي عشان تشوفوا السلسله. جميله يا جماعه، تحفه، شكلها جميل جدا. تسلم ايدك يا مروه، ربنا يحسن ما بين ايديك يا حبيبتي. وانا كنت واخداها منها كمان، شغاله في الوسائل التعليميه وده اساس شغلها طبعا. كنت واخده منها الساعه اللي كنت مصورها لكم قبل كده لتعليم الاطفال، الساعه تحفه. ربنا يحسن ما بين ايديك يا مروه،